مشاهدي قناة الفراتين الفضائية تحت عنوان الرحمة والإنسانية. اليوم يقيم فريق عزوتي المتكون من مجموعة من الشباب مهرجانه الأول لشفاء 100 حالة إنسانية في محافظة واسط. كونوا معنا لتغطية هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. دار الصحة واسط أبوابها مفتوحة لجميع الفرق التطوعية ومنها فريق عزوتي. الحقيقة تم علاج 100 حالة إنسانية وتم الشفاء من خلال التنسيق مع مكتب السيد معالي وزير الصحة، وكذلك حالات بعض المرضى إلى مستشفيات بغداد وكذلك داخل المحافظة، وإجراء الفحوصات والعمليات كلها بشكل مجاني، وهذا يعتبر جزء من عملنا. ما يثلج الصدر ويشرح القلب في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة وهو سيد الأيام، أن نقف هذه الوقفة وأن نشارك هذه الثلة والمجموعة الطيبة من أبناء هذه المدينة الحبيبة، مدينتنا وبيتنا الكبير، قضاء النعمانية المبارك. كونك أحد الحالات اللي تمتت الشفاء التام، حدثنا عن الحالة المرضية التي تخصك أو تخص ابنك. عنده ماي براسه. نعم. دائما يشكي من عنده. نعم. توجه لنا وضويه والفريق مالته الله يعطيه الصحه والعافيه، وسوى له عمليه صمام براسه شدوا له. زين، هاي العملية ايش قد طولت؟ طولت تقريبا من سنتين، من 11 ونص تقريبا لسنتين ونص، تقريبا 6 ساعات من 4 ساعات هيك.